السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصايب واحد الفطيره رائعه ولا واحد الفطائر فنين بواحد العجينه اللي كتجي قطنيه، والمقادير ديالها يعني ساهلين. انا كنقول لها العجينه السحريه، يعني كندير فيها اي نوع ديال الفطائر، بيتزا، اي حاجه. المهم هنايا درت 2 كيسان ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه ديال السكر. نفس القياس ديال الطحين كنديروه ما، يعني 2 كيسان ديال الطحين 2 كيسان ديال الماء. غنخلطوه هكا بالفوي وغادي نغطيوها ونخليوها تخمر على خاطرها، ما تزربوش عليها تطلع مزيان باش تنجح معكم ان شاء الله. خليو لي في لي كومونتير، عافاكم لما ترحموا على الميمه، خليوها لي في لي كومونتير. تنشوف تقريبا 100 واحد اللي شاف الفيديو اللي قبل، ولكن كنظن ان الاغلبيه ما بقاوش للاخر، فدابا انا قلتها لكم هنا. خليو لي في لي كومونتير ترحموا على، ما كرهتش يكون شي 40 كومونتير كيقول الله يرحم الميمه، لان كانت واحد المره مزيانه تستاهل الرحمه. المهم هنايا درت زيت البلديه تقريبا نصف كاس، والملحه وخماره. وغادي ندير هنا 5 المعالق ديال الفينو. ما كنبغيش انايا الفورس بوحديتو، بامكانكم لما كانش الفينو ديروا غير الفورس. تقريبا واحد كاس الا شي حاجه، المهم ديروا كاس ماشي مشكل. صافي وغادي نبقى نجمع. المهم اهم حاجه ان العجينه ما تكونش قاصحه، تبقى خفيفه كتلصق في اليد. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه. هي غالبا كتهز الدوبل، يعني درتي 2 كيسان ديال الفورس في الاول، غادي تهز لك 4 ديال الكيسان ديال الفورس. صافي دابا غادي نجمعها كيف قلت لكم، وغادي نخليها عاوتاني غنغطيها وغادي نخليها تخمر. في الاثناء هذه غادي نبدا نوجد الحشوه. خليوها كتلصق ماشي مشكل، ما تخافوش. هانتوما غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش غادي نخليه. حتى ملي غتخمر غتكون باقا كتلصق في اليد، ولكن يعني ما كتحتاجش تدلك بزاف ولا شي حاجه. صافي هاد التخليطه هذه وصافي. هانتوما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. صراحه عرفتي كي جات رطبه بواحد الدرجه ما كتصورش، جات رائعه، وحتى الحشوه جات بنينه. بالنسبه زعما العيالات اللي كيبغيو وليداتهم ياكلوا الخضره، انا كنعاني مع ولادي ما كيبغيوش ليا مثلا الكورجيط، خيزو مثلا ياكلوه غير خضر، ولا في شي حوايج في المرقه ما ياكلوش، في الطاجين ما ياكلوش. فهنا كلاو كاع كلشي كلاو، اي حاجه درتها كلاو، حتى الزيتون ما حيدوش. المهم هما هنا درت 2 بصلات، حكيت خيزو في الحكاكه رقيقه، وكورجيت حبه ديال الخيزو و2 حبات ديال الكورجيت. هنايا عندي الثومه مقطعه تقدروا تحكوها، فلفله انا، وهذيك الكفته الفلفله انا غنشحرها بوحدها لان راجلي ما كياكلش فلفله كضرو. وهذه صوص طوماط تنديرها البيتزا، يعني هذه معطره مصايبه، كنحطها ديما عندي في الثلاجه. البيتزا كنبغي الدراري بحال هكا يمشيو الصباح للمدرسه ولا هذا، تكون عندي لاباط ديال البيتزا واجده ولا صوص واجده، دغيا كيجيني داكشي ساهل. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه العجينه كتلصق. هنا راه شحرت هذيك الخضيره مع ديك الكفيته. تقدروا ديروا الطون، ديروا الدجاج، اي حاجه عندكم تقدروا ديروها غير بالخضره، غتجيكم رائعه، يعني اللي متوفر عندكم في الدار. صافي هنايا غادي ندير شويه الزيت في يدي باش يعاونني باش نخدم بها، ومن طبيعه الحال غادي يعاونني حتى الدقيق. غادي نرش السطح العمل بالدقيق وغادي نخدم. ساهله ما كتشدش الوقت بزاف، دغيا يعني تقدري تصايبيها لوليداتك العشاء ولا كاسكروط وعشاء. حنا درناها عشاء وكاسكروط، الدراري فرحوا بها بزاف، غادي تشوفوهم في اخر الفيديو شحال فرحانين بها. المهم كيعجبهم هما هاد الشهيوات بحال هكا. صافي نتوما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير. دابا ان شاء الله غادي نبدا نسرحها. راها خليتها خمرت على خاطرها، يعني انا عجنتها وخليتها كتخمر كاع، ما تخافوا على ما وجدت الحشوه وكلشي. نسرحوها مزيان. وغادي ندير لاصوص طوماط هي الاولى، وندير الحشوه، وعاد نزيد شويه ديال الفرماج. درت انا الموتزاريلا، تقدروا ديروا اي نوع عندكم ديال الفرماج. استعملت 2 انواع انايا، الموتزاريلا وهذا. هنا راني زدت ربيع وشنو سميتو. بالنسبه للعطريه اللي درت الكمون، تحميره سودانيه، شويه ديال الابزار، هادشي اللي درت. صافي ومليحه بطبيعه الحال.
وربع ضفتو حتى الاخر. وهذا والزيتون مقطع. صافي غنضيفو. انا درت كيف قلت لكم جوج الانواع. درت الفرماج ديال الساندويتش، وهذا تقدروا ديروا الفرماج المثلث اللي كان عندكم متوفر في الدار، ديروه هو تيبنن وصافي، اولا تقدروا تستغناو عليه كاع. هنا غادي نشرطها بهذه الطريقه. تقدروا حتى تطويوها على الاخر عاد تشرطوها، غير هي ديك الطريقه غادي يعني غتبين لكم الحشوه. انا غنديرها في الاخر، وغادي نحيد كاع الزوائد باش ما يخليوش ليا دوك الطروفه الاخرين تيبقاو غير هكاك ضايعين ونصدق انا واكلاهم يزيدني غير الغلط. المهم نحيدو دوك الطروفه باش تبقى الحشوه كاينه حتى في اخر لقمه. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه. طريقه سهله ماشي شي حاجه صعيبه. العجينه اسهل حاجه، يعني هذه اعتمدوها في كاع الفطائر، وانا ديما معتمداها من زمان. اي حاجه كنديرها بها. هادو غنديرهم بالفلفله، فلفله وحده اللي كانت عندي درتها. صافي نديروا الفرماج. وهذا الجو عرفتوا شحال بنان، راه واعرين ما شاطت منهم حتى حبه والله العظيم. حتى البيتزا تنكلت كلشي تنكل. كيقولوا لي كنقول لولادي زوينين، تيقولوا لي ماما واعرين. تقول لهم كلوا وليداتي الخضره كل. قولبتهم. صافي هانتوما الطريقه سهله، كنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. شنو سميتو دابا غنحيد هذوك الزوائد كيف ما ديما. حيدوا الزوائد من الاحسن هكا. وغيشات لي واحد شويه العجينه في الاخر. غادي نستخدمها نديرها بيتزا. مبغيتهاش تبقى ضايعه نديرها بيتزا حيت ما بقات ليش الحشو. شوفوا هاد الطريقه هذه بحال هكا تطويوها عاد تجي زوينه، عاد تفلحوها كتبان الحشو هي صراحه منظرها زوين. صافي دابا ساليت. غادي ندهنهم بالبيض من الفوق باش يتحمروا. غندير واحد شويه بالخشخاش اولا البوافو كل واحد اش كيقول له. وهذا والاخرين نديرهم بزنجلان. تقدروا ديروهم بزنجلان ولا تخليوهم غير هكاك اللي يعجبكم عاد تزيين وصافي. صافي دابا الفران انا درتو يسخن. بطبيعه الحال غنخليهم واحد شويه يخمروا. راهم اصلا دغيا تيخمروا لان العجينه خامره ومعوده. دغيا تيخمروا، يعني خليهم واحد شويه يخمروا باش ما يجوش مدقسين. واحد شويه علينا ما دهنتوهم وداكشي. ودخلوهم الفران يكون سخون. يكون مشعول غير من التحت، عاد تشعلوا عليه من الفوق باش يتحمروا. وصافي هادشي اللي كاين. البيتزا هي راني قاديته. البيتزا درتها لهم مع بصوص طوماط واحد شويه الفرماج بقى ليا وصافي. ولكن عرفتوا شحال جات لاباط طبار بزاف غزاله قطنيه. صافي هي البيتزا دابا عاد خرجتها باقا سخونه كتحرق. شنو سميتوها هما الفطيرات ديالي جاو غزالين ان شاء الله. كنتمنى انكم تجربوهم محمرين من التحت ومن الفوق كلشي هو هذاك. الريحه يا سلام يا سلام ان شاء الله غنعاودهم عاوتاني. صراحه ما شبعناش منه. تقدروا كيف قلت لكم ديروه مع بالخضره يجوا غزالين بلا ما تستعملوا لا كفته لا حتى شي حاجه. ولا كان شويه الكفيته ولا الطون ولا هذا اي حاجه غادي تجيبهم زوينه. صافي عمرت لهم واحد البريريت ديال اتاي. هنايا ما لقيتش القطعه ديال البيتزا وانا نجيب الجراره ديال الشباكيه حتى هي خدات الغرض. والله الا قطعتهم خير انه التقطيعه فيها الزواق. صافي غادي نرا واقفين عليا باغيين حقهم ديك الساعه. عطيناهم نقول لهم عفاكم خلوني نصور بيض. صافي درت لهم كيف قلت لكم بريري ديال اتاي. هانتوما غتشوفوا الحشوه كي جات من الداخل. عاوتاني الا كثرتوا شويه الفريميج داكشي غادي يجي معلك وكيطوندا بحال هكا. الفرماج راه كيعطي واحد البنه زوينه. كيقاد اي حاجه واخا تكون ماشي هادي كيقادها. صافي هادشي اللي كاين. بريري ديال اتاي كلاوهم هما سخان زوينين بنان الحمد لله. هذا ما كان. شوفوا الوليدات كيفاش فرحانين. المهم حبابي فرحوا بهم نتوما وليداتكم ديروهم ليهم. وكنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم. كيف قلت لكم ترحموا لي على المهمه ديالي، ترحموا عليها بزاف ما كرهتكمش. كاع اللي كيشوف هذا الفيديو هذا وكيسمع يترحم عليها في لي كومونتير. كتفرحوني بزاف فاش كترحموا عليها، وهي كانت عزيزه عليها القناه ديالي وكان عزيز عليها تبان معايا. وتهلاو ليا فراسكم بزاف وبسلامه عليكم.